طبعا اللقطة اللي مدى تروح من بالي ويمكن من بال كل العراقيين هي شنو كان شعور الطفل لما امه شمرته من فوق الجسر. ايش فكر وش حس وش قال من هدته من ايدها واللطم بالماي. يمكن قال لها يما الماي بارد لا تشمريني، شنو الذنب الجنيته وياك حاكيني، كون بحضنك اغرق موش بالماي، يما ايش قد صحت شو ما اجيتيني. يعني من الساعات الاولى اللي انتشر بيها خبر انه ذن الام شمرت اطفالهم، وهم ذولا اهل العظميه ويا اهل مدينه الصدر والشعب وهم يدورون بالبحث المكثف على اطفالهم. مو بس هذا الخبر الحلو اللي انتشر، ايضا اقامه مأدبة طعام في منطقه الشوربه خانه بيناتهم. يعني حقيقه كرم الضيافه هذا مو جديد على العراقيين، وذا يدل على الخوة والتكاتف بيناتنا، سواء خاصة بين أهل الأعظمية أو بأهل الكاظمية أو مدينة الصدر أو الشعب. يعني الله يحفظ العراق ويديم هاي الخوة ويديم هاي المحبة بيناتنا ويبعد عنا التفرقة ويبعد عنا الطائفية. ظلت الأطفال يعني تدز عليهم كل 15 يوم 20 يوم، احنا ندزهم بدينا تشوفهم ورجعهم بدينا. آخر شيء ذاك اليوم يوم الجمعة دزوا عليهم وديناهم. بالليل دزينا عليهم قالوا بالزيارة رايحين، ما اخذتهم ورايح. برا ساعة دزينا عليها قالوا امهم شاردة بيهم. بهالاثناء الحكي وهاي خابرني منتسب على جسر العمة، قال طليقتك عندك 2 أطفال بنية وولد، طليقتك انطتنا رقمك وشمرتهم من فوق الجسر. بين الجسر والماي أصعب ثواني، معقولة يما شلون تشفج روماني. بنهاية الفيديو أشكركم على المتابعة، ربي يحفظكم يا أجمل المتابعين يا أحلى مميزين. إذا أول مرة شوفنا تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتخلي الإشعارات على الكل حتى يوصلك أي شيء جديد. نشوفكم بحلقة ثانية، مع السلامة.